مدرب المنتخب المغربي وليد الكراكي يطالب بتقارير الصحية لزياش وبوفال. طالب وليد مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم الطاقم الطبي لأسود الأطلس بتقرير طبي شامل عن الحالة الصحية لحكيم زياش متوسط ميدان غلطة سراي التركي وسفيان بوفال مهاجم نادي ريان القطري. ولقد علمنا من مصدر مطلع أن المدرب وليد يريد التأكد من جاهزية زياش للمشاركة في المعسكر الإعدادي القادم للعناصر الوطنية قبل استدعاء لاعب آخر في مركزه في حال لم يتماثل نجم نادي التركي للشفاء بعد. وأوضح المصدر نفسه أن الطاقم الطبي للمنتخب الأول في تواصل مع نظيره في الفريق التركي قبل الحسم في مشاركة زياش في مباراة ودية لأسود الأطلس في شهر مارس المقبل، والأمر نفسه بالنسبة لبوفال. وكان زياش قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المغرب وزامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس إفريقيا، مما حرمهم من المشاركة في مباراة ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا. فيما عانى بوفال من الإصابة قبل الكان 2023 وعاودته الإصابة خلال النهائيات، الأمر الذي حرم أسود الأطلس من خدماته، علما أنه بات يوصف باللاعب الزجاجي لكثرة الإصابات التي يتعرض لها. يشار إلى أنه من المرجح أن يواجه المنتخب الوطني المغربي المنتخب المالي في مباراة ودية في شهر مارس المقبل حسب تقارير إعلامية، في انتظار تأكيد ذلك رسميا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأنتم مشاهدين، هل ترجحون وجود زياش وبوفال في المعسكر المقبل؟ لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.